لما تكوني بقى عايزة تعملي حاجة حلوة من غير وقفة مطبخ ولا فرن ولا كيكة هي ولا بسبوسة، وتدي مثلا حاجة لعيالك كده بعد المذاكرة تديهم باور وطاقة للمذاكرة، حاجة كده بجد هتفتح النفس من غير فرن خالص. دي لا كيكة ولا بسبوسة. معانا هنا اي 3 بواكي بسكوت سادة، اي نوع بسكوت انت تجيبيه وتفضليه. بصوا يا جماعة الوصفة دي النهاردة تحفة جدا، مش هياخد معاكي فعلا وقت ولا مجهود. واي نوع بسكوت معاكي هنا هينفع في الوصفة اللي انت شايفاها دي، حتى بسكوت المدرسة اللي هما بيسلموه لولادنا ممكن تجمعيه كده وت... وتعملي بالوصفة دي يا جماعة. البسكوت ده جميل جدا برضو. هناخد البسكوت وهنبدأ نكسر فيه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. شوف بعد كده هنعمل ايه. معانا هنا سكر، معلقتين سكر ومعلقتين نشا ومعلقتين كاكاو، معلقه كاكاو ونص كوبايه من الميه، وهنبدا نقلب الكلام ده. انا اسفه جدا يا جماعه، معلقتين دقيق مش نشا، وهنرفعهم على النار. ومجرد ما ياخدوا القوام الكريمي هننزل بيه على البسكوت، وهنبدا نقلب بقى كل المكونات دي في البسكوت. عايزه اقولك ان الوصفه دي هتديهم باور جامد جدا للمذاكره، وهتفتح نفسهم بعد وجبه الغداء. ادي لكل واحد منهم قطعه كده منها هيحبها جدا، وهتفتح نفسه كمان على المذاكره. بما اننا احنا بنبقى عايزين نعمل حاجه حلوه مسكره نديها لاولادنا وهم بيذاكروا، فدي بصراحه هتنجز معاكي. وزي ما انا ما قلت لك بسكوت المدرسه هينفع معاكي في الوصفه دي. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا، المفروض اللي احنا بقى هنفرد فيها الخليط هنحط بقى الخليط بتاع البسكوت وهنبدأ نفرده في الصينية زي ما انتم ما شايفين بالطريقة دي. ولو وصلت لغاية هنا يا ريت ما تنسيش تحط اللايك، وبحبكم كتير في الله حبايبي، ويا رب وصفاتي تكون بتعجبكم. معانا هنا بقى يا جماعة 200 جرام من الشوكولاتة الخام، وهنحط عليها معلقتين زيت، وهنحطهم في حمام مية، ولما مجرد ما تسيح او هتحطيه في الميكرويف برضو هتبداي تحطي الشوكولاته على الوش زي ما انت ما شايفه بالطريقه دي. وهنفرد مع بعض الشوكولاته يا جماعه، وطبعا بعد ما هنفردها هنسيبها في التلاجة شويه قد ساعه كده او نص ساعه، طبعا الجو شتا فهتمسك معانا بسرعه. خلاص انت بقى بتحبه تسيبيها كده وخلاص، حابه تحطي عليها على وشها اي حاجه انت بقى تحطيها. انا عندي فارماسي فحطيت على وشها زي ما انتم هتشوفوا حبايبي دلوقتي. وبرده محتاجين ان احنا نحطها في التلاجة زي ما انا ما قلت لكم علشان تمسك معانا قطع وتعرفي تقطعيها بسهوله. بصوا يا جماعه تحفه جدا، انت هتعمليها اصلا قبل الولاد ما يجوا بساعه واحده بس، وتحطيها بعد الغدا هتطلعي منها وتديهم ونكون مع بعض كده يا جماعه. خلصنا الفيديو، ما تنسيش تحط اللايك، ولو عجبك الفيديو وانتي اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي معايا، واشوفكم حبايبي في فيديو جديد، والسلام عليكم.